هنرسم الدعسوقة او ليدي باج، او مش عارفه انتوا بتسموها ايه. زي ما انتوا شفتوا كده انا بدات بدايره بيضاويه وبعد كده قسمتها تقسيمات معينه. دلوقتي بقى هنعمل الرجل، والرجل دي بجد سهله قوي. هي شويه خطوط كده، خليكم بس انتوا معايا واحده واحده. اعملوا سيف للفيديو اهم حاجه، عشان لو مكسلين ترسموا دلوقتي ممكن ترسموها بعدين. طبعا بعد ما فقره الشخبطه تخلص انا بحب بقى اتقل بالقلم وابين التفاصيل اكتر. ممكن تاخدوا سكرين شوت في كل خطوه عشان تبقوا عارفين انتوا فين وكده. بعد كده هلون بماركر عادي قوي احمر واسود، وهما دول اللونين الوحيدين اللي انا هلون بيهم النهارده. هعمل بقى الرجل كلها بالاسود، وبعد كده بالاستيكه همسح بقى بواقي الرصاص. بعد كده هعمل النقط السوداء اللي بتبقى في جسم الدعسوقه. المفروض ان دول جناحين فانا بخليهم شبه بعض شويه. بعد كده بالقلم بقى الرمادي ببتدي اعمل الظل بتاع الرجل، وده بجد بينقل الرسمه في حته تانية. بعد كده بقى يجي دور الوان الميه، الوان الجواش، الوان البوستر كولرز، اي حاجه. ونبتدي نعمل بقى اللون الابيض. طبعا اللون الابيض ده مهم جدا في اللمعه، وان هو يدي بقيه التفاصيل كده حقها. وبس كده بقى عندنا دعسوقه وكيكه فراوله، معرفش ايه علاقتهم ببعض. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتس.